السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد. كالعادة اليوم جيتكم معسلة رمضانية راح نديروا بها حالة لسهرة رمضان، فيها مزيج من المكسرات من بينهم الكاوكاو والقطايف محمصة. راح تجيكم من اروع ما يكون، وبالنسبة للتشماخ تاعها ولا تشرب راهي مشربة ما شاء الله، خفيفة لسهرة رمضان، تقدموها مع لاتاي ولا مع العصائر، من اروع ما يكون. قبل ما نبداو بالوصفه تاعنا تاع نهار اليوم، صلوا نسلموا على رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. واللي ما مش مشتركين في القناه اكيد خلوا هذاك الاشتراك وما تنسوناش بالدعم، حطوا لنا الجيم على لا فيديو. ونبداو بالوصفه تاع نهار اليوم. بالنسبه لاول حاجه راح نوجد الشربات ونخلوها تبرد بجهه. في كسرونه عندي كاس سكر مع 2 كيسان نتاع الماء، كاس مملوء نتاع السكر مع 2 كيسان نتاع الماء. نزيد لهم شريحة تاع القارص ولا ليمون ونخليهم فوق النار 10 دقائق ولا 5 دقائق بعد الغليان، ونطفي عليهم. نفوتوا الخليط تاع المعسلة تاعنا اللي فيه 3 حبات تاع بيض، عندي رشة نتاع الملح، عندي نصف كاس نتاع السكر. وراح نخلط هاد المكونات، يعني نفتحوا هذاك البيض نحاولوا نذوبوا شويه السكر مع هذيك الرشه تاع الملح اللي ضروريه، يعني باش تعدل لنا هذا الذوق في المعسله. نخلطهم مليح، وبعد الخلط المستمر انا خلطت هكا بالفوي، تقدروا تخلطوا بالباتر عادي. لهنا عندي نص كاس تاع مارغرين دايبه وبارده، راح نزيدها للخليط ونبقى نخلط. تقدروا تعوضوا نص كاس هذا تاع المارغرين دايبه وبارده بنص كاس تاع الزيت عادي، لكن الذوق تاع المارغرين في هذه المعسله بزاف شباب، نعرفوا في اختلاف في الذوق ولا في البنه. عندي ملعقه صغيره مملوءه نتاع لافاني، ولهنا عندي ربع كاس نتاع الحليب اللي يكون دافي، راح نزيدها للخليط وراح نبقى نخلط. لهنا اللي ما عندهمش لافاني تقدروا تستبدلوها بالمبشور تاع القارص ولا لزاز تاع الليمون، راح يزيدكم تاني ذوق فيها شباب. لهنا عندي كاس تاع مكسرات، انا استعملت اللوز والكاوكاو محمصين ومرحيين. الكاوكاو تاعي لهنا حمصته مليح، تقدروا تستبدلوه اللوز هذاك بالجلجلان مع الكاوكاو، راح يزيدكم تاني بنه شابه. وعندي كاس مملوء تاني نتاع القطايف، انا كانت عندي واجده يعني محمصه واجده شريتها. راح نخلط هاد 2 كيسان نتاع المكسرات مع بعض، نخلطهم مليح، راح تحسوا الخليط انه شويه خفيف. فراح نزيد 2 مغارف كبار نتاع الفارينه، 2 ملاعق ممسوحه نتاع الفارينه، وكيس خميره الحلوى ما يعادل 10 غرام. هنا راح نزيدهم كامل للخليط ونبقى نخلط حتى نتحصل على خليط متقطع ولا خليط شويه خفيف. دوك تشوفوا معايا القوام. لهنا كان هذا هو القوام تاعي. شوفوا قوام يجيكم شويه ماشي ثقيل بزاف وماشي خفيف، ويجي خليط هذاك متقطع كما تشوفوا. لهنا راح نوجد صينيه تاعي بجهه، انا استعملت صينيه 20 على 20، تقدروا تستعملوا صينيه 25 على 15 هذيك طويله، لانه هذه راح تجيكم شويه طالعه كيما جاتني انا. تقدروا تكبروا الصينيه غير شويه عليها تاني راح تجيكم رائعه. لهنا دهنت الصينيه تاعي بشويه تاع مارغرين دايبه، ندهنوها مليح باش ما تلصقناش وتتحمر هذيك المعسله معنا. راح نحط الخليط كامل نحطه في الصينيه تاعي، نبقاو نوزعوا في الخليط هذاك غير بالملعقه هكا، لازم نعطوها الفوليوم كامل كيف كيف، ولا توزعوها كامل كيف كيف باش تطلع معتدله، ما تطلع لكم جهه بجهه. حاولوا غير بالملعقه هكا وتوزعوها مليح. لهنا بالنسبه للوجه تاعها حطيت قطايف محمصه ولا كنافه، واش عندكم؟ اذا كان عندكم القطايف محمصه ولا الكاوكاو تقدروا توزعوها في كامل الوجه نتاع المعسله تاعنا. انا استعملتها كقطايف من الفوق كامل، نوزعها بشكل عشوائي. وراح نسخن هنا الفرن من قبل على 180 درجه، نحطها في الرف الاوسط، نخليها حتى لوين تشوفوا هذوك الجوانب شويه تحمروا، ونشعلها من الفوق غير شويه، ولا تقدروا ديروا لها غير مروحه. بعد ما تخرجوها البنات بيكيوها هكا بالخدمي، بعد ما تخرج معاكم هذاك الموس ولا الخدمي ناشف عرفوها باللي راهي طايبه. جبت الشاربه تاعي اللي كانت بارده وراح نشربها بها كامل، خلوها من ساعه حتى ل2 ساعات يعني تتشرب لكم مليح، وقطعوها وزينوها عادي. صراحه هاد المعسله تجي بزاف بنينه وخفيفه، وتجي معتدله في الذوق، يعني ما تجيش تقهم وتوالم تاني، خاصة سهرة تاع رمضان تقدموها مع الشاي ولا مع العصائر كما قلت لكم، راح تجي بزاف بنينة. لهنا بعد ما بردت لي مليح وشدت روحها يعني تشربت شوية، راح نجيب الموس ونقطعها هكا عشوائي. انا قطعتها هكا للطول، من بعد قطعتها الى مربعات تكون متوسطة، يعني ما تكونش كبيرة بزاف بهذا الشكل يعني. والتزيين دائما يبقى اختياري، انا درت التزيين تاعي بالسوريز واللوز ايفيلي اللي كان متواجد عندي. التزيين يبقى اختياري، واش تقدروا تزينوها من الفوق يعني زينوها عادي. لهنا هكا حطيت يعني قدمتهم هكا باش تبان سيختو، خاصة في التصوير تبان هاد المعسلة بزاف رائعة. زدت لهم هكا شوية تاع اللوز ايفيلي محمص،
وبالنسبه لهذيك اللمعه تاع لي سوريس تاعي كونفي، كنت زدت لهم شويه تاع العسل هكا من الفوق باش يقعدوا يبريو وتاني يحكمونا في المعسله تاعنا. حطيت هكا رشات نتاع العسل هكا من الفوق فوق هذوك لي سوريس هكا باش يحكمونا مليح في المعسله. واللي عندهم الغليكوز تقدروا تزيدوا فوقهم الغليكوز ولا حتى الناباج باش يعطوكم لمعه تاني ويحكموا لكم شويه في هذيك المعسله. انا درت لهم العسل بما انه العسيله شويه ثقيله، تقدروا ديروا الغليكوز من الفوق وتخلوها تبرد وتتشرب مليح هكا وتقدموها. ما شاء الله بنتها خفيفه ورائعه، نتمنى ان شاء الله تجربوها. زيدوا خلوا لي ارائكم في التعاليق كالعاده. لهنا وصلنا لافات على فيديو، اكيد راح نقص معكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها والخفه يعني اللي راح تجيكم في هذه المعسله. مزيج بين البسبوسه والمعسلات الرمضانيه الاقتصاديه والسهله والسريعه اكيد. لهنا خياتي راح نقص معكم حبه تشوفوا القوام تاعها كيفاه. قلت لكم خلوها لهنا بما انه يعني في التصوير ما خليتهاش تشربت مليح. بالنسبه نتوما خلوها تشرب من ساعه حتى لساعتين، تشد روحها وتتشرب مليح وقدموها. لهنا راح نقص معكم حبه باش تشوفوا القوام تاعها، يعني تجي من اروع ما يكون، خفيفه وتاني ما تقهمش. نتمنى ان شاء الله تجربوها ونلتقي الى وصفات قادمه ان شاء الله. اي وصفه يعني تطلبوها مني خلوها لي في التعاليق، راني نقرا كامل ولا جميع تعاليقكم ان شاء الله وراح نرد عليها اكيد في اقرب وقت. نلتقي في فيديو جديده ووصفه جديده ان شاء الله. خليكم في امان الله، سلام.